السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة، يلقاكم إن شاء الله هاد الفيديو في أحسن الأحوال. مرحبا بكم في قناة ريسيتازي نسرين. اللي عمرها ما دخلت الكوزينة وعدلت شفنجها تعدلو بهاد الطريقة هادي، لأن بواحد الطريقة سهلة وبسيطة بزاف وكينجح من أول استعمال. فكيجي بحال اللي كنوضح لكم دابا، وقطعت معكم وحدة باش تشوفوها كيفاش من داخل مهوية، ماشي معجنة، ما مدقصة، كتجي مقرمشة من برا وكتبقى معنا مدة طويلة، والشفنج كيبقى مقرمش، لأن بزاف ديال الشفنج كيدوز واحد المدة وكيلوى وكيرجع كيتجبد بحال شي كومة، هذا كيبقى مقرمش مدة طويلة. فخليكم معايا نتعرفوا على المقادير اللي ساهلين وبساطين بزاف. فكنجبر واحد البول، كنوضع فيه نص لتر ديال الماء يكون دافي، عندي ملعقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز وملعقة صغيرة ديال العسل. كنخلطو مزيان هاد الخليط هذا باش كتذوب لنا غير ديك الخميرة، وكنوضع واحد 4 كاس ديال الدقيق. نخلط مزيان، كنشبر واحد الورقة ديال السلوفان ولا منيدل، كنغطيو هاد الخليط هذا لمدة ديال 15 دقيقة. كتنفعل ديك الخميرة صافي، كنضيف لها الملحة وجوج كيسان كبارين ديال الدقيق، كنخلطو مزيان. غنزول هادي غنخلط بيدي. المهم كنخلطو مزيان، العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه بزاف بحال اللي كنتوضح لكم في الفيديو هنايا. الا كان الطحين شرب لكم بزاف زيدوا له واحد شويه د الماء. المهم صافي، وكنغطيها كنخليها حتى كتختمر، حتى كتضاعف الحجم ديالها. وكنشبر كنعاون بالزيت، كنشبر واحد الكويرات وكنوضعهم هايده باش غير كتسهلنا باش كنجيو نقليو وصافي. كنشبر واحد المقله كبيره كنوضع فيها الزيت بزاف، ولا شي مقله صغيره ولا شي طنجره كنوضع فيها غير واحد شويه ديال الزيت، وعلى بوطه مهيله غير كنحط ديك الشفنجه غير نص طياب غير شويه هيداك، وكنهزها وكنوضعها في ديك المقله اللي عندي فيها الزيت كثيره والبوطه كتكون مجهده. فهاد العمليه هادي كنستمر بها الشفنج ديالي كامل، يعني كنهز واحد الكويره ونحطها في ديك المقيله الصغيره اللي فيها الزيت شويه، غير كتدخل فيها شويه ديال الطياب. هاد العمليه هادي كتخلي لي الشفنج يجي مقرمش وكيجي منفوش من داخل بزاف. صافي كنوضع الشفنجه، كنعمل عليها فوق منها شويه ديال الزيت، وغير كنحطها في المقله صافي دغيا كتنفخ. صافي كنقلي الشفنج ديالي كامل وكنحصلوا على واحد الشفنج اللي ساهل. شفتوا المقادير بساطين بزاف، والطريقه اللي هي بسيطه، ما كنضربوا فيه لا تماره لا حتى حاجه، منفوش بحال اللي وريت لكم في الاول كيفاش عامل من داخل ومقرمش وكيبقى مده طويله وهو مقرمش. وكنعدل واحد الحاجه اللي نقيه في الدار بالزيت نقيه وكنعرفوا شنو كناكلوا. فكنتمنى هاد الوصفه هذه اللي هي بسيطه بزاف تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها بالصحة والراحة وبسلامة عليكم.